الآن أنت تعترض على المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن التشريع أو الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر. هل تقترح مثلا إضافة الديانة المسيحية؟ لا طبعا يا سيدي، لا بالعكس. ماذا تقترح؟ اقترح ان البند ده يتشخص. ليه؟ انا راجل علماني، انا بؤمن بعلمانية الدولة. طيب اذا كنا عايزين نطلع النهارده، اولا ايه خطورة المادة دي؟ اذا جيت تحاسب الاخوان تحت اي بند ان انتوا بتمزجوا الدين بالسياسة وعايزين تفرضوا الدين وتدخلوا الدين في السياسة وتحكموا بالدين مش بالسياسة، هيقول لك والله ما الدستور بتاعك بيقول كده. الدستور بتاعك انا ساتي الى الربط. انا راجل يا سيدي انا راجل علماني، لا عايز دستور يجيب سيره الاسلام ولا المسيحيه ولا اي دين. طيب يعني إذا كانت مثلا المادة الثانية تستثني الأقباط كما قلت العدد الذي ذكرته يعني، ولكن ما يقال في الواقع أنك من ناحيتك أيضا أنت تريد أن تفرض رأي أقلية على الأكثرية، الأكثرية تريد. دعني أسأل هذا السؤال بشكل التالي سيد سويرس، لو وضعت هذه المادة للتصويت وقبل بها أهالي مصر تقبلها؟ للتصويت الشعبي استفتاء على المادة الثانية. ما هو الأغلبية مسلمة هنا بالتالي هيوافقوا على الكلام ده، لكن لا تقبل برأي يعني مش هذه طريقة الديمقراطية؟ لا مش ديمقراطية. مش ديمقراطية.